بس هي سبحان الله اخيرا اتفك الحظر بتاع اوبر. اللي ما يعرفش، انا كنت واخد قبل كده حظر اوبر. هقول لكم القصه من البدايه بحيث انتوا تبقوا فاهمين ايه اللي حصل، عشان لو حد حاول ان هو يفك الحظر زي ما انا عملته. انا اصلا كنت شغال اوبر من زمان قبل ما يكون حتى، يعني ما كانش في اي تطبيق غير اوبر، حتى قبل كريم كمان. كان نظام الشغل زمان كنا كان نظام الشغل زمان ان انت بتقدم عن طريق مكتب، ما كانش في حاجه اسمها اوبر مباشر، كان كله من خلال المكاتب. المكتب كان بياخد 50 جنيه كل اسبوع، وكان اخر الاسبوع بيصفي حسابه معاك، ما كنتش بتقبض بقى يتحول لك فيزا وكلام من ده، لا انت كنت اخر الاسبوع لو ليك فلوس بتروح تقبضها من المكتب، كان قبضك بيبقى من المكاتب. المهم قعدت كذا سنه شغال كده، وبعد كده يعني كنت دخلت بيزنس كده وربنا كرمني، فبطلت ان انا اشتغل في الموتوسيكل. كنت وقتها حتى جبت الفي ال ار ده، عمري ما اشتغلت بيه، كنت جايبه نزاهه كده بروح بيه مشاويري. المهم بعد كده جه ظروف وحصلت ان انا حبيت ارجع اشتغل تاني، فكان معايا عربيه لدى 2107 ما كانتش بتسجل غير ان درايف، فسجلتها ان درايف واشتغلت بيها. قعدت سنه ما عجبنيش الشغل بالعربيه، قلت لا ايه، انا هرجع اشتغل بالموتوسيكل تاني. المهم لما جبت موتوسيكل جيت اسجل اوبر، لقيت ان انا بفتح الاكونت لقيت معمول لي حظر. المهم اخش احاول اكلم الدعم مش عارف ايه بتاع، مفيش، كل حاجه يقولوا لي ده انت معمول لك حظر نهائي. المهم قلت ايه، اجرب ان انا اعمل اكونت تاني برقم تليفون جديد. دخلت رقم تليفون جديد وصوره ومش عارف ايه والبيانات طبعا نفس الرخصه. يا دوب الاكونت بدا فتحته قام جاي معمول له حظر تاني، اللي هو حاجه بيسموها حظر تطابق. حظر التطابق ده لما تعمل اكونتين مختلفين لنفس الشخص بنفس الرخصه. المهم برضك دخلت على الدعم كلمتهم كذا مره، يا جماعه انا عاوز اعرف طب سبب الحظر ايه، انا معمول لي حظر ليه. حاولت كتير بتاع مثلا 4 مرات اكلم الدعم واعمل شكوى وكده، وفي الاخر ما وصلش لحاجه. كلمت كذا حد من الناس اللي هم في المكاتب وبتاع، ما عرفتش اوصل لاي طريقه ان انا احل البتاع ده. بس انا بصراحه كان عندي امل ان انا هيتفك الحظر ده في يوم من الايام، انا مش عارف ازاي بس عارف ان هو هيتفك. فانا كنت بعمل ايه، سبت التطبيق، وكل كل فتره مثلا اوبر تنزل بونص، تنزل عرض، تنزل اي حاجه، فانا يطلع لي اشعار خش اشتغل عشان في بونص او في عرض وكده. فافتح التطبيق واقوم جاي عامل انتقال لحاله متصل، يقوم جاي مطلع لي صوره صوت وصل لايه، ان هو ان الابلكيشن محظور، مفيش مش هينفع تشتغل. لحد النهارده الصبح جالي اشعار ان في فرصه وفي شغل حلو ومش عارف ايه قبل الصلاه على طول، فبفتح بتك انتقال طلع لي الصوت المميز بتاع ينفع تشتغل. انا ما اعرفش الاكونت اتفتح ازاي ولا الحظر اتفك ازاي، بس هي سبحان الله اخيرا اتفك الحظر بتاع اوبر. إيه السر في ايه ما اعرفش، ممكن هم الفتره دي بيفكوا حظر الاكونتات القديمه اللي كانت مقفوله، ما الله اعلم. المهم يعني لو حد عاوز يجرب يعمل نفس السر اللي انا عملته يجربه، يمكن يفك معاه الحظر. إيه انا هرجع اشتغل اوبر، انا بقالي كتير جدا ما اشتغلتش، كذا سنه ما اشتغلتش اوبر، فما الواحد نسي اصلا نظامه ازاي وشغال ازاي. بس انا في الفتره الجايه في الغالب هيبقى كل شغلي عن اوبر، وكل الفيديوهات هتلاقيها نازله بتكلم عنه.